المنظر ده انتشر في السماء في مصر من الفجر النهارده لحد دلوقتي، بس ايه علاقه ده بتفعيل شبكات الانذار المبكر للرصد الاشعاعي في سماء مصر؟ فتعال اقول لك على حاجات عشان الاخبار بدات تنتشر بشكل غريب والموضوع بدا ياخد اتجاهات تانية خالص. الناس من الفجر النهارده وهي عماله تشوف في السماء في مصر حاجات غريبه جدا واشكال حاجات منوره في السماء ومحدش عارف ايه ده، وكل الناس بدات تتكلم في حاجات غريبه. اللي قال انه بسبب اللي بيحصل بين الدولتين وانه في صواريخ طايره من هنا لهنا وعشان كده جايه في السماء وظاهره، واللي قال ان الحاجات دي جايه بالغلط على مصر ودخلت الغلاف الجوي لمصر وعشان كده مصر بدات تتصدر الحاجات دي، واللي طلع قال انها كائنات فضائيه، وكل الاخبار بدات تنتشر بشكل غريب جدا. لكن الحقيقه والمعلومات اللي بدات تنتشر بجد هي ان مصر فعلت شبكه الانذار المبكر للرصد الاشعاعي، واللي ما يعرفش الموضوع ده، دي عباره عن شبكه متطوره جدا مصر بتحمي بيها الجمهوريه كلها وتم تفعيلها على الجمهوريه كلها بالكامل. يعني مصر كلها دلوقتي متامنه بشكل كامل ضد اي رصد اشعاعي، يعني الشبكه دي موجوده عشان تعمل رصد لاي اشعاع هيخرج بعد المشاكل اللي حاصله بين الدولتين، وطبعا بعد التهديدات اللي اتقالت ان النهارده بالليل هيتم استهداف اماكن معينه، والاماكن دي يعتبر قريبه مننا جدا، عشان كده مصر فعلت الشبكه دي عشان تحمي كل اللي جوه مصر من اي تسرب اشعاعي او من اي حاجه طايره في السماء حوالينا. يعني من الاخر الشبكه دي متطوره جدا ومصر بتحافظ على ناسها كويس جدا جدا. وبعد ما الفيديوهات دي بدات تنتشر كل واحد بدا يقول كلام غريب، بس الفكره كلها ان الناس صورت الحاجات اللي في السماء دي بتليفوناتها وكل الناس كانت شايفاها وفضلت ظاهره لاوقات كتير جدا. وهنا نقدر نقول ان محدش كان بيسمع تقريبا عن الشبكه دي، بس مصر كانت شغاله في صمت. وبعد تفعيل الشبكه دي على مستوى مصر كلها فدي بمثابه الامان والحمايه الكامله لمصر من اي حاجه تحصل حواليها. طبعا بنتمنى الخير للعالم كله وان كل المشاكل اللي في العالم تهدى عشان في مدنيين كتير ما لهمش ذنب في اي حاجه بتحصل، وبنتمنى الخير والسلامه لمصر واهلها. بس حابب اقول لكل واحد كان قلقان وهو قاعد جوه مصر انت في بلد امنه جدا، واولا ربنا محافظ عليها، ثم القيادات اللي جواها اللي بجد عارفه وسهرانه ليل نهار في عز ما انت نايم ومرتاح هم تعبانين وبيجهزوا لك الامن والامان اللي بجد يحافظ عليك في اصعب الاوقات اللي زي دي. شير كتير للفيديو ده عشان كل اللي ما كانش فاهم وكان قلقان يحاول يفهم عشان ما يقلقش.